بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل كعك العيد. زي ما انتوا شايفين قطعة خميرة بيرة في كوباية المية. المية يكون فترة عادي، وكيلو دقيق، ومعلقة محلب، ومعلقة سمسم و... وربع معلقة قرفة أو نص معلقة قرفة، ونص معلقة بيكنج باودر، والسكر حوالي معلقة كبيرة كده. ما تكتروش السكر برضه عشان مش يتحرق منكم، لأنها كده كده أنا هحشيه ملبن. حتة خميرة كمان كده عشان ايه برضو اتنشط معانا البتاع. هو احنا بنحط والسمنة، حطيت نص كيلو وحتة زبدة كده معاه، يعني قولي 550 مثلا. ده سكر ناعم، فعشان كده انا هنزل عادي ببقيته على الدقيقة عادي. انا كنت نسيت المحلب بس حطيته يعني وانا شغالة معاكم برضو. اهو جايباه من عند العطار كده. اهو زي ما انتوا شايفين. وبقية السكر برضو نحط عادي، ده سكر ناعم مش خشن اللي هو الحر. هنفتح الكيس بقى ناخد البتاع ده بيكنج باودر. احنا مش بنحطه عشان مادة رافعة، عشان لو ما احط السمنه ما تقوليش ان البيكنج باودر باظ، مش السمنه وكده السخونيه. احنا بنحطه عشان خاطر يثبت الرسمه، بس ما تسيحش مني. لكن العامل الاساسي هو الخميره. يعني انت لو عايزه تشيليه من البتاع عادي. احنا طول عمرنا زمان كنا بنحط خميره بس، من ايام امهاتنا واجدادنا يعني وكده. انت عايزه تعملي بلبن براحتك، بس اللبن بينشف الكعكيه شويه. اهو بص، هننزل عليه كده بيديله بقى نعومه جامده وجميل. ده كان نص كيلو، وانا حطيت معلقه، كانت عندي معلقه زبده بلدي حطيتها برضه. خلي بالكم الحاجات دي بتبقى سخنه، والله الطبق سخن من السخونيه. فالدقيق هيبرد شويه، بس هتبقى فيها دفيان برضه بسيط، او سخنه او. اصل الحاجات اللي في الصاج دي بتسخن بسرعه قوي اكتر من الالمونيا كمان. فما تحطيش بقى الخميره، عشان ايه؟ لما خاطر بعد ما تبسي وتبردي براحتك، عشان خاطر ايه ما تموتش معاكي الخميره. هي سخنه بصراحه، حتى ايديا صوابع ايدي احمرت كده، كانت لسعتني بصراحه. بس انا حطيت حته سمنه بلدي اهي. لفي بيها بس العجين كده. انا بصراحه كنت هجيب قطنس زبده بلدي، اللي هو الريحه بتاعت اللي في المحله دي. بس سمعت الشيف حسن بيقول ان هي ريحتها بتنشف الكعك وريحتها بتطلع، بتبقى ريحتها بره كده بس، لكن جوه الشغل ما فيهاش ريحه. فالحمد لله ما جبتهاش. دي احمرت. هتنزلي بقى بكوبايه بصي الخميره كده او الميه بتاعتك على الخميره، وبعد كده بتقلبي. ما تزوديش عشان خاطر هي يعني ممكن تقلب معاكي، لو كترت ميه ممكن تقلب معاكي قرص. عشان انت لو عايزاه دايب، يبقى دايب قوي، يبقى حطي نص كوبايه. وسط ده كده يديب، يعني ماسك نفسه بس يديب برضه، بس حلو يعني. ولا خشن ولا دايب اللي هو مهر خالص، اللي هو تحسي انت بتاكلي دقيق وسمنه، لا. ده حلو بصراحه، جربوه حلو. هي العجينه بتمسك في بعضها وخلاص. كده احنا بندخل المكونات في بعضها. ساعات بيبقى في عجينه فيها، بيبقى فيها نسبه ميه مش طايله ميه قوي.
هتبقى جميله وما شاء الله. بس كمان لما الحاجه بترتاح بتديكي جوده احسن برضه. يعني سيبها بس حتى 10 دقايق. ده برضو ملبن كنت انا عملته بمعلقه زبده بلدي، وعشان ما يلزقش منك، لانه بيلزق لما تيجي تلفيه من غير سمنه، فالسمنه يعني نعمته. عندك بقى القطاعات دي، اللي زي المنقاش، القطاعات المنقاش. انا بصراحه عملت كله بالمنقاش احسن، سهلت عن نفسي يعني زي اجدادنا زمان كده، قلت ايه خلنا بالمنقاش احسن. بتعمليها بصي زي ما كأنك بتعملي كوبيبه كده، بتروحي مجوفاها كده تجويف، وبعد كده بتنزلي الملبن فيها. عايز تعمليه ساده براحتك، عايزه تحطي فيه عجوه براحتك، حسب ما اولادك بيحبوا. المناقيش دي بتاعت ماما، ودي نحاس، فدي عمرها ما تتعوض. والله كان عندها كتير، بس شحاتتهم لناس والله ما رجعوهم لحد دلوقتي، خدوهم وناموا عليهم. ده الواحد ما يديش حد حاجه. ده حاجات كتيره ضاعت مننا بسبب ان ماما تدي الحاجه للناس واحنا بننسى. يعني المفروض حتى لو هتدي حاجه لحد، الواحد يكتب في ورقه انا اديت فلانه كذا، والتاريخ كمان في اليوم اللي اديتها فيه. بصوا دي بالبصمه برضو لو عاوزين، بصوا يعني برضو بتدي شكل برضو حلو. البصمه مثلا مش طبقت منك، حطها في الدقيق، او المنقاش عض معاكي في البتاعه، برضو اعمليه. بصي انا نقشته كله اهو بقى، ودخلته بقى الفرن. وبرضو ايه، خلي النار عاليه شويه. وبعد كده ايه، ما الصاج يسخن وتلاقي ان الجو عمل وخد لون من تحت، اوطي من تحت واسيب النار عاليه من فوق. انا عملت الحبه اللي زي ورقه الشجر دول من غير ملبن، كان حبه باقيين. ما شاء الله بقى، جميل جميل جميل. بصوا بقى اللون، هي بتهيألكوا ان هو عين، بس هو لونه حمش وجميل، بس هي عشان الضوء ضارب فيه فمش باين. ما شاء الله حلو قوي.